الاول تعالي نتعرف على الاحماض والقواعد اللي موجودة في حياتنا بصفة عامة، يعني موجودة في الاكلات بتاعتنا اللي بناكلها في حياتنا اليومية، في الخضروات، في الفواكه. عندك مثلا الليمون، الليمون فيه حمض الستريك. عندنا الخل فيه حمض الاسيتيك او اسمه الخليك، يا اما خليك يا اما اسيتيك، الاتنين واحد. مثلا اي منتجات او مشتقات للحليب فيها حمض اسمه حمض اللاكتيك. اللاكتيك ده موجود في الحليب، في الزبادي، في الجبن، في الحاجات دي كلها. المشروبات الغازية اللي هي الصودا وما شابه فيها حمض الكربونيك وحمض الفوسفوريك. طيب دي القواعد بتحتل النسبة الكبيرة قوي من حياتنا العملية كده بصفة عامة. طب لو في حاجات سوري دي الأحماض. طب لو في بقى القواعد زي ايه؟ الصابون مثلا، مساحيق الغسيل كلها اللي بنغسل بيها الملابس والأطباق والسوائل التنظيف، كل دي أمثلة على القواعد. ممكن يبقى في أكلات فيها قواعد برضو زي الكنتالوب، الأناناس، الكيوي، الحاجات دي. تعالي نتعرف الأول على السبورة، الفرق بين الحمض والقاعدة بس كيميائيا. طبعا المقدمة عندك شوية نظري، بيعرفك بس الحمض والقاعدة وأهميتهم في حياتنا. أنا لو كتبت حمض زي كده زي HCl مثلا، أو HNO3 أو H2SO4، دي كلها أحماض. ملاحظة ايه؟ يكون فيها هيدروجين. برافو عليكي. ودي هتبقى أول قاعدة هنمشي عليها لما نيجي نتكلم عن القواعد اللي هندرس بيها الأحماض والقلويات على حسب العلماء بتوعنا. ان انا بقدر اميز بين الحمض ان هو فيه اتش. طب تعالي نجرب نعمل القواعد. NaOH مثلا، KOH، MgOH/2. يبقى اول حاجة هنتعرفها في الحمض والقاعدة ان الحمض معظمه بيحتوي على اتش، والقاعدة معظمها بيحتوي على OH. ليه انا قلت معظم؟ لان احنا عندنا بعض القواعد وبعض الاحماض ما فيهاش الايه الاتش والOH. زي ايه؟ عندك ال NH3، عارفة ده مين؟ الأمونيا. برافو عليك، الامونيا. تخيلي ان دي قاعدة وفيها اتش. يبقى القاعدة اللي عندي بتاعت الاتش دي مش هتمشي على كل المركبات، ولكن هي بنقدر نطبقها على الغالبية العظمى منهم. صح ولا ايه؟ صح. طيب عندنا في حاجة تانية برضو زي CO2، ده مفروض ان هو حمض ولكن لا يحتوي على اتش، بس هو لما بيدخل في تفاعل كيميائي بيتفاعل كحمض، او بمعنى صح بيسلك سلوك الاحماض. ليه؟ لانه لما اول ما بيقابل ميه، دايما اول ما بيقابل الميه بيكون ده ال H2CO3، وده حمض الكربونيك. عشان كده سلوكه في التفاعل بيكون حمض. يبقى انا ممكن بصفة عامة اقدر اميز بين الحمض والقاعدة ان انا اقول ال H وال OH، وده هيبقى حسب العالم ارهينيوس. احنا عندنا 3 علماء، هم كتير الحقيقة بس احنا عندنا 3. اول واحد فيهم ارهينيوس، يعني يعتبر يعني فضلوا تقريبا قرون ماشيين على الكلام بتاعه ده. ده اول واحد بدأ يعرف الحمض، وقال ان الحمض المادة التي، بس بشرط، عند تأينها في الماء تعطي أيون الهيدروجين الموجب. زي كده HCl. يلا نجرب نعمل التأين بتاعه في المية. هيديني ال H بوزيتيف اهي، والCl نيجاتيف. اي حمض عندك هتلاقي فيه اتش هتقدري ان انت تأينيه عادي في المية بكل بساطة اهي. مش موجب ولا بالظبط. فممكن يجيلي سؤال على الجزئية دي ويجيب لي مركب عادي خالص قدامي ويقول لي هل المركب ده يعبر عن حمض ارهينيوس ولا لا. فانا اول ما اشوفه فيه اتش هقول على حسب ارهينيوس. بس هيجي عيب في قاعدة ارهينيوس دي اللي هي ال NH3، فاكرة اللي كتبناها من شوية، ما قدرش ان هو يفسرها. هو فسر
الحامضية بتاعت مركبات كتير جدا زي دول، وفسر القلوية بتاعت مركبات تانية كتير، ولكن ما قدرش يفسر دي. وده العيب اللي كان في نظريته، ان احنا عندنا مركبات كتير تحتوي على اتش وهي اصلا قاعدة، وبرضو مركبات تانية ما فيهاش اتش اساسا وهي حمض. فدي كان العيب اللي على الارهانيوس. فجي بقى عالم بعده. طيب تعالي نعمل مثال الاول على القاعدة قبل ما ندخل على برونشتد ولوري الاتنين. لو عندي مثلا زي NaOH، اول ما اشوف ال OH دي اعرف على طول ان انا لو هتكلم عن قاعدة ارهينيوس ان انا هأينها في المية فتديني ال Na لوحدها وال OH لوحدها. طب انا هسألك سؤال، ال OH دي هقول عليها ايون زي ايون ال Na؟ اه طيب انت عارفة الفرق بين الذرة والايون صح؟ يعني مش كتير. اوضحها لك. كويس ان انت قلتيلي. بصي، ده NaOH دي على بعضها اسمها مركب، ونقدر نقول عليه جزيء برضو، بس هو احنا بنشتغل على مركب. طيب لو Na لوحدها كده كذرة ما دخلتش في التفاعل ده لوحدها، دي انا هقول عليها ذرة. ولكن مجرد ما ترتبط بالاو اتش ما بقتش ذره، ده بقت Na عليها عليها ايون موجب، فبقت اسمها ايون. ايون موجب بقى ايا كانت ايون موجب او واحده تانية ايون سالب. طيب لو في ذره تانية معاها عليها شحنه سالبه زي الCl دي، فدي ايون سالب ودي ايون موجب. ولكن الاو اتش دي انا ما اقدرش اقول عليها ايون، عارفه ليه؟ لان هي ذرتين اتنين مع بعض، الاو والاتش، صح ولا ايه؟ صح. فدي بقى هفكرك بيها، انت عارفاها على فكره، مجموعات الذريه، فاكراها؟ اللي هما بقى تعالي نجيبهم كده على بعض، مش كتير، SO4، بس بشرط لما تكتبيها لازم تحطي الايه، الشحنه عليها، لان هي مجموعه ذريه مش مركب. تخيلي لو كتبتيها من غير الشحنه اللي عليها دي، كده انت عملتيها كمركب مش مجموعه ذريه. وفي CO3 برضو 2، والNO3 1، والNO2 برضو 1، والSO3، وفي NH4 والOH. دولت اشهر 5 أو 6 مجموعات ذرية هتستخدميهم في الكيمياء. لو ضفنا هنضيف عليهم كمان 4 وخلاص، يبقى دي كل المجموعات الذرية اللي هنحتاجها. يبقى الفرق عندي بين الايون والمجموعة الذرية، المجموعة الذرية بتشتغل زي الايون بالظبط، يعني بيبقى مجموعة ذرات مع بعض تسلك سلوك ذرة واحدة، كأن هي ذرة واحدة وشغالة زي الذرة الواحدة، ولكن هي مش ذرة واحدة، بنسميها مجموعة ذرية، ولازم يكون عليها الشحنة بتاعتها سواء فقدت او اكتسبت. طب انا عندي سؤال ليكي بقى، انت عارفة الفرق بين الايون الموجب والسالب صح؟ طب نشوف بقى الايون الموجب والايون السالب. تقدري تقولي لي تعريف لكل واحد؟ أيون الموجب قولي اللي انت فاهماه. ايوه العنصر ايوه بيفقد أيون واحد أو أكثر. برافو عليك، بيفقد الكترون او اكثر. يبقى انا عندي ذره بتفقد الكترون او اكثر فتتحول لايون موجب. اما الايون السالب بيكتسب إلكترون أو أكثر. برافو عليك. طب سؤال كمان، الايون الموجب ده علشان يفقد هيبقى فلز ولا لا فلز؟ فلز. فقدت. بصي انا هقولك معلومه اوعي تنسيها ابدا في حياتك، الذره لما تفقد الكترون او اكتر لازم تبقى فلز. يعني بمعنى اصح مستحيل يبقى عندي لا فلز ويفقد، اي فلز بيفقد. طب اي لا فلز ها بيكتسب. برافو عليك، لا فلز اكتسبت الكترون او اكتر. الحاجات دي مهمة قوي، لازم نبقى عارفينها عشان نعرف نشتغل في الحمض والقاعدة كويس جدا. نبقى عارفين ان دي اساسيات بسيطة قوي كده بننساها. طيب يعني انا اقدر اقول ان الفلز ده ممكن ينتهي بكام الكترون عشان يقدر يفقدهم؟ ما يقدرش يفقد الا لو 1 أو 2 أو 3 بس، 1 أو 2 أو 3.
يعني اي ذرة عندي عندها 1 او 2 او 3 تصنف على انها بقى فلز ولا لا فلز؟ برافو عليك. عارفة التوزيع الالكتروني؟ اه. لو حبينا نوزع عندنا طريقتين، اللي هي بتاعة المستويات الفرعية 1s2 2s2، وفي الطريقة السهلة اللذيذة دي، عارفاها دي؟ KLM، هي دي. ده بينتهي بواحد، اول ما اشوفه بينتهي بواحد اذا هو يصنف كفلز، يبقى ده يفقد ولا يكتسب؟ هذا يفقد. برافو، يفقد. ويتحول لايون موجب، اتحط عليه شحنة واحدة. ليه شحنة واحدة؟ لان هو فقد واحدة، فقد الكترون واحد. طب لو جينا مثال هنا، اشهر مثالين عندنا هما السي ال والان ايه. لو خدنا مثلا سي ال 17، تعرفي توزعي معايا؟ 2 8 8. لا، لا مش 8. 7. برافو عليكي. ده عنده 7 يعني كتير، سواء بقى العنصر اللي عندي انتهى ب7 او 6 او 5 هقول عليه لا فلز. ليه؟ لانه عنده الكترونات كتير قوي ما يقدرش يفقدها. الذرة علشان تفقد الكترونات او تكتسب بتبذل طاقة كتير جدا، فطبعا الذرة بتروح ناحية الحاجة اللي ما تكلفهاش طاقة. فهو عنده 7، مش هو محتاج واحد بس عشان يكمل 8؟ احنا اتفقنا، خدتها قبل كده المعلومة دي، هلاقيكي ناسية شوية حاجات هفكرك بيه، ان اي عنصر او اي ذرة لازم تنتهي ب8 عشان تبقى مستقرة. فكل عناصر الجدول الدورياتية بتدور على ان هي يا اما تفقد يا اما تكتسب، عشان تعمل ايه؟ عشان تكمل ال8 دول، عشان يبقوا زي الغازات الخاملة. فدلوقتي دي عندها 7، محتاجة واحد بس، فطبعا مش هتدور ان هي تفقد ال7، لا ده هتدور على حاجة تاخد منها واحد. ففي الحالة دي ايه؟ تكتسب واحد وتتحول لأيون ايه؟ سالب، Cl سالب. يبقى اللي بيفقد أيون موجب، واللي بيكتسب أيون سالب. فهمتي؟ طيب أنا عندي سؤال مهم قوي، هو ليه بحط شحنة موجبة على الأيون الموجب وليه بحط شحنة سالبة على الأيون السالب؟ فكري كده وقولي براحتك. ده برضو سؤال مهم جدا ممكن نتعرض ليه في حياتنا. ليه ال Na دي، مش احنا اتفقنا ان هي هتفقد الكترون واحد تحول ل Na موجب؟ ليه هي عليها موجب؟ ليه لما فقدت بقت موجب؟ وليه دي لما اكتسبت بقت سالب؟ هرجع افكرك بالعالم رذرفورد لما قال ان احنا عندنا في الذرة بروتونات ونيوترونات والكترونات. الراجل ده قال ايه؟ مش قال عدد البروتونات الموجبة بيساوي عدد الالكترونات السالبة؟ يعني انا كأن عندي ميزان كده بكفتين 2 قصاد بعض. عندي هنا البروتونات الموجب اللي هي عددها كام؟ اهي العدد الذري، شفتيه؟ 11. برافو، 11. والالكترونات نفس العدد 11 برضو، صح ولا ايه؟ تعالي بقى نشوف ال Na دي هتحصل لها ايه. مش ال Na دي هتفقد؟ طب الفقد ده بيكون من الالكترون ولا من البروتون؟ الكترون. برافو عليك. خدي بالك البروتون ملوش علاقة بحاجة، لا بيفقد ولا بيكتسب ولا حد بيجي ناحيته. اي فقد او اي اكتساب على الالكترونات، اي تفاعل كيميائي او اي نشاط كيميائي بيحصل في الذرة كله هيمشي على الالكترونات دي. اتفقنا؟ يبقى دلوقتي الذرة دي هتفقد الكترون من ال11 دول، فهيبقوا كام؟ مش هيبقوا 10؟ دلوقتي الكفتين ما بقوش قد بعض، بعد ما كانوا 11 و11 قد بعض ما بقوش قد بعض دلوقتي، بقت دي 10 ودي 11. طيب مين اللي زايد عن التاني؟ البروتون. برافو عليك. يبقى مين الشحنة اللي مسيطرة؟ شحنة البروتون الموجب ولا شحنة الالكترون السالب؟ البروتون موجب. برافو عليكي. فاروح احط ال Na واحط عليها شحنة واحدة موجبة بس، لان هي دي الزيادة. البروتونات، كفة البروتونات زايدة واحد بس عن الالكترونات، عشان كده حطينا شحنة موجبة لان هي اللي مسيطرة. الزيادة هنا ما بقوش قد بعض الالكترونات والبروتونات، الزيادة هنا اصبحت في البروتونات. طب لو جينا نطبقها على السي ال، انت فهمت بتاعت ال Na؟ انت بقى طبقي لي بتاعت السي ال دي، كام بروتون وكام الكترون؟ 17 بروتون 17 الكترون. بس احنا مش هناخد الايه
احنا هنحط البروتون بس الفقد والاكتساب هيبقى على مين؟ الإلكترون. برافو عليك. هي بقى دلوقتي السي ال دي اكتسبت ولا فقدت؟ فقدت. لا. لا تثبت. ايوه، يعني ال17 بتاعت الالكترون دي اصبحت كام؟ 18. برافو عليك. يبقى انا عندي زياده هنا في كفه منهم، مين اللي زايده؟ الإلكترون. حلو، يعني الشحنه السالبه اصبحت هي المسيطره، صح؟ زايده بمقدار كام؟ يبقى نحط شحنه سالبه واحده. فهمتيها؟ مهمه قوي الجزئيه دي، يعني دي اسئله ممكن اي حد يسالها لك ويقول لك هو احنا ليه، يعني ممكن طالب صغير لسه بيبدا يدرس علوم كده في صف تاسع ولا سابع يقول لك احنا ليه بنحط الشحنه الموجبه، تعملوا له الطريقه دي. مهمه. تعالي بقى نرجع للكتاب بتاعنا ونكمل الاحماض والايه والقواعد. طبعا الاحماض والقواعد لما نيجي ناخدها تاني في برضو شويه شغل كده عايزه ابقى اشتغل معاكي فيهم ان شاء الله على خير. احنا عرفنا الامثله اللي موجوده في حياتنا من الاحماض والقواعد، زي حمض، بس انا لما احدد لك، زي حمض الستريك ده موجود، احنا بنسميها في مش بس في الليمون، الحمضيات دي اللي هي الليمون، البرتقال، اليوسفي، دي اسمها الحمضيات، كلها فيها حمض ستريك. الخل اللي احنا بنحطه في الاكل بتاعنا ده برضو فيه حمض الاسيتيك، وممكن يبقى ليه اسم تاني اللي هو حمض الخليج. الحليب بكل منتجاته حمض اللاكتيك. يبقى الاحماض والقواعد كلها مشتقاتها جايبينها منين؟ جايبينها من الاكل بتاعنا ومن الخضروات والفاكهه والطبيعه اللي حوالينا. المشروبات الغازيه بقى اللي هي البيبسي والصودا والكولا والكلام ده فيها حمض الكربونيك وحمض الفوسفوريك، كنا بنكتبهم هناك من شويه، اللي هو ال H2CO3 وال H3PO4 دي الفوسفوريك. وعندنا بقى منتجات كتير بتحتوي على القواعد، اي حاجه فيها منظفات، حاجه فيها صابون اللي بتعمل رغوه، حاجه فيها مساحيق الغسيل، كل دي فيها قواعد. برضو في الصناعة عشان يصنعوا الأسمدة والورق والكيماويات والألياف الصناعية والكلام ده كله بيحتاجوا ان هم يعالجوا المية بتكون مش نظيفة، مثلا مية الصرف الصحي او كده، بيستخدموا بعض الأنواع من الأحماض علشان يعالجوا بيها المية. وبرضو الذهب بيستخدموا بعض الأنواع من الأحماض في استخلاص الذهب. ولو حبينا ننظف الفلزات اللي هي زي مثلا الحديد، الألمونيوم، الحاجات دي لو حبوا ينظفوها وهم مستخرجينها من باطن الأرض، لو حبوا يعملوا عملية تنظيف برضو بيستخدموا الأحماض ويعملوا لها عملية تنقية. وممكن نستخدم الأحماض والقلويات في تصنيع الأدوية المختلفة. وبنستخدم كميات كبيرة برضو من حمض الكبريتيك اللي هو ال H2SO4 في عمليات تكرير البترول. عملية تكرير البترول دي يعني البترول لما بيستخرج من تحت الأرض بيكون كله على بعضه. احنا عندنا انواع البترول، في بنزين، في سولار، في مازوت، في زيوت تشحيم، شحم، حاجات كتير قوي، كل دول لما بنستخرجهم من بطن الارض بيكونوا كلهم على بعض.